السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسف على التأخير، بس بما إننا هنتكلم عن قمة المناخ فلازم قبلها نتكلم عن اللي حصل في كأس العالم. صورة جننت إعلام الإخوان، إزاي اجتمع الرئيس السيسي والتميم وأردوغان في صورة واحدة وكمان بيسلموا على بعض. الموضوع ده خلى معتز مطر يطلع يقول الحقيقة. يلا بقى، على فكرة بقى هو اللي مشي من تركيا ومش تركيا اللي طردته. هذه التغييرات التي حدثت في سياسة تركيا في الفترة الأخيرة سبب الرئيس اللي خلانا نسيب تركيا. يعني تركيا ما طردتكش؟ لا. أنت اللي سبتها؟ طيب يا ميزو، وانا بدور في الدفاتر القديمه لقيت وكاله الاناضول الوكاله الرسميه في تركيا نشر حاجه بتقول ان انت اتطردت. بصوا سيبكم الكلام ده وخلونا نرجع لقمه المناخ ونقول اهلا بكم في حلقه جديده بالمصري. احنا محتاجين نتحرك، نعمل، ندعو. ليه؟ أنا بتكلم على أزمة كبيرة بتمر بالعالم وليها تأثير كبير جدا على دول كتير من العالم اللي ما كانش كل دول العالم. أنا بتكلم تحديدا هنا على الأزمة الروسية الأوكرانية، وبوجه نداء إن سمحتوا لي بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب، من أجل أن تتوقف هذه الحرب. عايز اقول لك ان قمه المناخ دي لو ما فيهاش حاجه واحده مفيده قد ان رئيس بلدك يطلع قدام العالم ويطالبهم بالالتفاف حوالين قضيه روسيا واوكرانيا فده كفايه. فخر كبير قوي ملا الصدور لما لقينا الرئيس واقف قصاد العالم كله وصوته بيجلجل كده ولازم نحل المشكله. وبعدها بدات القمه، قمه المناخ اللي كانت من اكبر القمم اللي اتعملت في العالم. سهل جدا ان انا اجيب لك كلام من قنوات الاخوان واقول لك ان القمه فشلت، سهل جدا اجيب لك كلام ان القمه ما عملتش اي فوائد لمصر وان انا كمصري ما استفدتش من قمه المناخ دي اي حاجه، بس ليه ده كله؟ ما اجيب لك اللي تم على ارض الواقع فعلا. تم الاعلان عن مشروع الهيدروجين الاخضر اللي مصر والهند كانت وقعت فيه اتفاقيه ب 8 مليار دولار عشان يتصنع في مصر. معلش، هو ايه الهيدروجين الاخضر ده؟ الهيدروجين الاخضر وقود يخلو تماما من الكربون، مصدره الاساسي الميه. بيتم تصنيعه ازاي؟ عن طريق استخلاص الهيدروجين من الميه بالكهرباء، يعني طاقه نظيفه بتتصنع في مصر، يعني هتبقى بتصدر غاز وكهرباء وكمان هيدروجين اخضر. الهيدروجين الاخضر لا تنبعث منه اي غازات ملوثه سواء اثناء احتراقه او انتاجه، وبيتم تخزينه كمان. بس هو في عيب صغير قد كده، انه غالي الثمن، بس ده بالنسبه لنا مش عيب لان احنا اللي هنصدر. كمان من النجاحات والقرارات الحلوه اللي طلعت في المؤتمر ده اعلان الامين العام للامم المتحده عن اكثر من 3 مليار دولار امريكي لضمان حمايه كل شخص على هذا الكوكب من خلال انظمه الانذار المبكر في غضون السنوات الخمسه المقبله. كمان اطلقت البلدان حزمه من 25 نشاط تعاونيا جديدا في 5 مجالات رئيسيه مهمه لينا جدا: الطاقة والنقل البري والصلب والهيدروجين والزراعة. كمان تم إطلاق خطة تقودها مجموعة السبعة تسمى مرفق تمويل الدرع العالمي لتوفير التمويل للبلدان التي تعاني من كوارث مناخية. كل ده حلو وجميل، بس قنوات الإخوان سابت كل ده ومسكت في سناء عبد الفتاح. But right now, all we know is that Alaa stopped drinking water 50 hours ago. We don't know where he is. We don't know if he's alive. يعني علاء مضرب عن المية بقاله 50 ساعة وانتوا ما تعرفوش عنه اي حاجه، ما تعرفوش هو فين، ما تعرفوش هو عايش ولا ميت. امال عرفتوا ازاي انه عامل اضراب عن الميه؟ وعلى الرغم من الكذب والاستقواء بالخارج اللي كان حاصل في مؤتمر سناء عبد الفتاح اللي ما نفعهاش باي حاجه بالمناسبه الا انها اخته وبتعمل اي حاجه عشان اخوها، لكن دول بقى ملتهم ايه؟ سناء مذنبه انها بتبحث عن خروج اخوها من السجن اللي مسجون ظلما واللي مضرب على الطعام واضرب عن الميه بقاله اكتر من 3 شهور. لا ثواني ما تاخدنيش في الكلام كده. هو مين ده اللي مضرب عن الطعام والشراب بقاله 3 شهور؟ انت بتاخد معلوماتك منين ولا بتضرب ايه ولا ما تقول له حاجه يا ناصر. اهو بص، شايف الحشيش عامل ايه في عينيه؟ شايف اللي تحت؟ لما بتشوف صوره الجرز ده تخيل حضرتك دكتوره اي حد يعني ايا كان مركزك العلمي مشيت ورا ده. انتوا عالم كلكم شمامين والله. بس عموما دي رساله من علاء عبد الفتاح كاتب فيها: ازيك يا ماما، اطمني انا كويس خالص واطمنت عليكي لاني كنت قلقان جدا، ووصلني الام 3 كمان. هشوفك يوم الزياره واحكي لك كل حاجه. وقال لها في اخر الرساله: انا عايز احتفل بعيد ميلادي معاكم ومع الزملاء، فهاتي تورته وزياره كامله. ايه ده؟
اللي في السجن المتوحشين سايبين معاك MP3، وكمان هيدخلوا التورته. يا ريت سنه بس عبد الفتاح تكون شافت الرساله دي عشان تعرف قد ايه انت بتعاني. كل اللي حصل في قمه المناخ ده كان سببه انهم يحرضوا الناس انهم ينزلوا 11 ايه ده؟ هو انا ما قلتلكش ايه اللي حصل في 11 ما هو ما حصلش حاجه اقول لك عليها في 11 هم يا سيدي دعوا انهم ينزلوا ل 11 وعرفوا حجمهم الحقيقي في الناس اللي ما نزلتش، فاهمني؟ وان عبد الله الشريف كمان اختفى من ساعتها. وزي كل دعوه بيدعيها محمد علي بيطلع بعدها يقول لك انا خلاص مش عايز حاجه، انا عايز حق انا وبس. الحكايه مش حكايه ناس عايزاها تخرب ولا بلد بتحارب عشان ترجع زي الاول واحسن، الحكايه احنا اللي عايشين فيها بنحلم بيها وبايدينا بنرفع فيها. قمه المناخ كانت خطوه كبيره لكنها خطوه، ولسه هيجي وراها خطوات كتيره جدا، ومصر كل يوم بتثبت انها دوله كبيره وسط العالم. مصر النهارده بتتكلم بلغه الاستثمار والصناعه، مصر اللي كنا بنحلم بيها بتقرب لتحقيق الحلم وما تبقاش قدامها كتير. ويا رب دايما اشوفكم بخير.